عارفة يا هاجر، أنا نفسي يبقى عندي لبس كتير ومانيكير وحاجات كتيرة قوي بحبها. وأنا كمان نفسي يبقى عندي كل حاجة. يا سلام لو كانت ماما غنية، كانت هتعمل لنا كل حاجة. على فكرة بقى، ماما بتحوش فلوس كتير، بخيلة. مش بتحوش فلوس ولا حاجة، أكيد لو معاها فلوس كتير كانت اشترت لنا كل اللي احنا عايزينه. طيب يلا بقى نخلص ونرتب الأوضة ونمسحها وننضفها عشان ماما هتزعق لنا. أيوة صحيح، يلا. شاطرين يا بنات، رتبتوا اوضتكم؟ أيوة يا ماما، شايفة نظيفة وريحتها حلوة ازاي؟ والله برافو عليكم. يانا، يا دماغي يانا، مش عارفه تعبانه ليه يا بنات. بقول لكم ايه، انا مش هقدر اعمل حاجه النهارده. انا عايزاكم تنزلوا تنضفوا البيت كله وتمسحوه وتخلوا ريحته حلوه كده، وكمان المواعين في المطبخ كتيره قوي. يلا يلا يا حبايبي بسرعه، اصل تعبانه ومش قادره اعمل حاجه. يا نهار أبيض، ماما بتضحك علينا تاني عشان برضو نعمل كل حاجة. ماما، احنا سمعنا الحكاية دي كتير قبل كده. أنا تعبانة ومش قادرة أعمل حاجة. طب ما نساعد بعض يا ماما، في حاجات مش هنعرف نعملها. بنات، انا مش بعمل حكايات، انا تعبانه. يلا هروح ارتاح في اوضتي شويه لحد ما تخلصوا عشان ابقى كويسه. هو انا مخلفه بنات ليه؟ مش عشان يريحوني ويعملوا كل حاجه بدالي؟ صح يا ماما، هنعمل كل حاجة بدالك. على فكرة يا ماما، مش لازم تقولي لنا إنك تعبانة عشان نساعدك. هنساعدك واحنا مضطرين، أمرنا لله. طب يلا بقى يا حبيبتي انتوا وهي اعملوا كل حاجه. هدخل ارتاح في اوضتي شويه. مفيش فايدة، لازم كل يوم نعمل كل حاجة. أنا هنزل على المطبخ أغسل المواعين، وأنا همسح البيت كله من تحت والسلم كمان. أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا انزلوا حالا تحت الفيديو، اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناة، واكتبوا لي كومنت حلو وقولوا لي رأيكم في الفيديو. يلا حالا اعملوا لايك. بحبكم يا أحلى اخوات في الدنيا. هو انت يعني يا ماما لو جبت شغالة تساعدنا في البيت هيحصل ايه؟ هاجر، سامعاكي كده بتقولي شغاله. شغاله منين بقى؟ يلا اشتغلي عشان تتعلمي واما تكبري تبقي شاطره. ومين قالك يا ماما ان انا عايزة ابقى شاطرة؟ انا عايزة ابقى فاشلة ومش بعرف انضف اي حاجة. انا مبسوطة كده وانا فاشلة. يلا مش هنضف بقى. تعالي هنا، رايحه فين؟ كملي تنظيف. ولا انت عايزه بقى لما يجيلنا ضيوف يقولوا بيتنا مش نضيف؟ لا ازاي، لازم يكون نضيف، واحنا اللي طلع عيننا في تنظيفه. اكيد انا لو غنية مش هقف اغسل المواعين كده، وهلبس لبس حلو واسرح تسريحة واحط مانيكير ملون وجميل في ضوافري. يا انا، ايه الحياة البائسة دي؟ الحمد لله، اخيرا لقد انتهيت من غسل الاطباق، وسأشاهد التلفاز والكرتون الجميل، كرتون أليس في بلاد العجائب. حقا إنه عجيب. ما شاء الله عليكم انتوا الاتنين، بتكلموا نفسكم. واحده بتغني للمقاشه فوق والتانيه بتتكلم زي الكرتون. يانا منكم يا بناتي، هتجننوني. يا ماما أنا بحب الكرتون قوي، عشان كل اللي نفسه في حاجة بيحققها. هو الكرتون ده اللي بوظ عقلكم. نفسي أعيش زي أليس يا ماما، وأكون في بلاد العجائب. طب يلا يا حبيبتي، فاضل الحمام، روحي نضفيه عشان تكوني في بلاد العجائب. يوه، لسه الحمام؟ يا مرايتي يا مرايتي، طبعا مش بتردي عليا. لو أنا أليس في بلاد العجائب كنت رديتي عليا. أخيرا انتهيت من تنظيف الحمام. يا رب بقى ماما ما تطلبش مني حاجة، عايزة أنزل أتفرج على أليس. يا ريتني كنت زيها في بلاد العجائب. انت عايزة تتفرجي على أليس في بلاد العجائب؟ طب ما احنا اهو في بلاد الغرائب، كل حاجة غريبة. طب يلا ننزل نتفرج عليه بقى قبل ما يخلص وماما تطلب مننا حاجات تاني. ماما خلصنا كل حاجة الحمد لله، ممكن بقى نفتح نتفرج على كرتون أليس في بلاد العجائب؟ ماشي، هسيبكم تتفرجوا، بس بلاش بقى يا حور يا حبيبتي تتقمصي شخصية أليس وتجننينا في البيت. حاضر يا ماما. يا بختك يا أليس، بتكلمي الوردة وبترد عليكي. ده بتكلم الحيوانات والطيور، يا بختها. هو ده ممكن يحصل في الحقيقة؟ طبعا ممكن يحصل في الحقيقة، بس لو احنا مجانين. خسارة قوي، الكرتون خلص، مش ببقى عايزاه يخلص خالص. ما هو هيجي بكرة تاني،
دلوقتي هيجي الكرتون بتاع توم اند جيري. انا بحب أليس اكتر عشان انت خيالك واسع وبتحب تكلمي الطيور والحيوانات. يا ريت كان ينفع. اما اروح بقى اروي الوردة اللي زرعتها في الجنينة. انا برويكي كل يوم اهو عشان تكبري. ممكن بقى اكلمك وتردي عليا؟ طيب هغنيلك اغنية أليس في بلاد العجائب وانتي ردي عليا. أليس يا فتاة تحب الجميع ونور الحياة وزهر الربيع، خدينا وطيري لدنيا الأسير إلى رحلة حلوة ممتعة. يلا بقى ردي عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله، البنت اتجننت بتكلم الوردة. حور. نعم يا ماما. هو انت بتكلمي الوردة ليه؟ هي هترد عليكي؟ يا ريت يا ماما لو ترد عليا، هتنفذ لي كل طلباتي. وايه هي بقى طلباتك ان شاء الله؟ ما انتي عارفة يا ماما، نفسي يكون عندي لبس كتير حلو وتسريحات شعر مميزة ومانيكير واكسسوارات، كل حاجة نفسي فيها. لا ده انت اتجننتي، شوية تقفي تكلمي المراية وشوية تكلمي الوردة، ده انت هتفضلي تكلمي نفسك وتتجنني. ده انت اختك عاقلة شوية عنك. لو سمحت يا ماما أنا مش مجنونة. ادي اللي خدناه من كرتون الست أليس يا اختي، صبرني يا رب. برضو أنا متأكدة إن مرايتي هترد عليا والوردة بتاعتي هترد عليا. حور، كرتون الغابة السحرية هيجي، هتتفرجي عليه؟ لا، هجيب القصة اللي أخدتها من نادين عشان أقراها وأنا قاعدة في الجنينة جنب الوردة بتاعتي. لازم أخلصها النهاردة عشان هتعدي عليا تاخدها. عارفاكي بتحب القراية. يا سلام لو كل القصص اللي بقراها تتحقق، كانت هتبقى أحلى حاجة. طيب خليكي بقى عيشي في خيالك. بنات، خالتكم كلمتني وقالت لي عايزين نروح عندها النهارده. حاضر يا ماما، هنروح نلعب مع بنات خالتي. حاضر يا ماما. لازم أخلص القصة النهاردة قبل ما نروح لخالته عشان نادين تيجي تاخدها. يلا يا بنات يا حلوين البسوا عشان تروحوا لخالتكم. حاضر يا ماما. أنا بقى هروح أخد دش الأول قبل ما ألبس، وأنا بقى هفتح الدولاب وأدور ألبس إيه. يا خسارة، ما عنديش لبس كتير. يا سلام يا مرايتي، لو أكلمك وتردي عليا، نفسي تلبسيني لبس جميل وتعملي لي تسريحة شعر حلوة. غمضي عينيكي يا حور وانتي هتكوني أحلى من الزهور. إيه ده؟ انتي بتكلميني؟ انتي بتردي عليا؟ يعني هلبس لبس حلو أما غمض عيني بسرعة. أفتح ولا لسه؟ فتحي يا حور. إيه ده؟ إيه اللي أنا لابساه ده؟ ده حلو قوي، يجنن. وكمان تسريحة شعري والتوكة اللي أنا لابساها. أخيرا بقى شكلي حلو ولبس جميل. لازم تعرفي يا حور إن ده سر من أسرار الزهور، ما ينفعش تقولي لحد حاجة عنه خالص، وإلا مش هقدر أظهر وأتكلم معاكي تاني. لا أكيد مش هقول لحد خالص. إيه ده؟ انتي حور أختي؟ هو انتي لابسة كده ليه؟ إيه رأيك في شياكتي؟ حلو اللبس ده؟ ده يجنن. يعني ماما بتضحك عليا؟ ماشي. ماما، انت ازاي بقى تشتري لحور لبس جديد وانا لا؟ يعني معقول هشتري لبس الحور وانتي لا؟ أكيد بشتري لكم انتوا الاتنين. لا يا ماما، انت بتضحكي عليا. انت حوشت فلوس واشتريت لها هي لبس حلو وغالي وانا لا. على فكرة بقى ده ظلم وحرام وما ينفعش تفرقي ما بيننا. المفروض تشتري لنا كلنا زي بعض يا ماما. هو انتي مجنونة ولا بتحلمي ولا جرالك ايه بالظبط؟ أنا ما اشتريتش لبس يا حبيبتي، ده احنا بقالنا سنة ما اشتريناش حاجة. طيب تعالي شوفيها بنفسك يا ماما. ده ايه الكلام الغريب ده؟ شفت بقى يا ماما؟ حور، ايه اللبس الجميل اللي انتي لابساه ده؟ انتي جبتيه منين؟ وايه التوكة الحلوة دي؟ وكمان عاملة تسريحة شعر. انتي عملتي كل ده ازاي يا حور؟ قوليلي. اصلا اللبس ده يا ماما بتاع نادين صاحبتي، والتوكة كمان. هي قالت لي اللبس ده مش بحب البسه، خديه يا حور، وانا اخدته. بس انتي ما قلتليش. ما انا نسيت يا ماما. بس ايه رأيكم، حلو اللبس؟ ده حلو عليكي قوي، والتوكة كمان تجنن. مش معنى بقى نادين صاحبتك تديكي لبس حلو زي ده وانا لا؟ مش مشكلة يا هاجر، عادي، ممكن ابقى اخليكي تلبسيه، ما احنا اخوات وممكن نلبس مع بعض. خلاص موافقة، انت تلبسيه النهاردة وانا اخرج بيه المرة الجاية. ماشي يا هاجر. طيب يلا بينا بقى عشان ما نتأخرش على خالتكم ونلحق نقعد معاها شوية قبل الدنيا ما تضل. حاضر يا ماما، انزلوا انتوا وانا جاية وراكم على طول، اصل نسيت حاجة. يلا ننزل نستناها تحت. شكرا ليكي يا مرايتي، انا مبسوطة قوي، كانوا مبهورين باللبس جدا.
عايزاكي بقى كل يوم تلبسيني طقم حلو وتعملي لي تسريحة جديدة. أكيد يا حور، بس زي ما قلتلك ده سر من أسرار الزهور، ما ينفعش حد أبدا يعرف عنه حاجة. حاضر يا أحلى مراية في الدنيا. ازيك يا داليا، عاملة ايه؟ ازيك يا خالته؟ ازيك يا خالته؟ أهلا 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 بالبنات الحلوين الأمارات. إيه الجمال ده يا حور؟ اللبس ده جميل قوي عليكي. أنت ما اشتريتيش زيه ليه يا ليلى؟ لهاجر. أشتري ايه بس يا داليا؟ هو انت مش شايفة اللبس ده غالي جدا؟ دي سلفاه من واحدة صاحبتها. لا يا ماما لو سمحتي مش سلفاه، هي قالت لي مش عايزاه واديتهولي. هيبقى لبس بتاعي على طول يا خالته، وانا كمان هلبسه معاها، مش بتاعها لوحدها. بتاع واحدة صاحبتك؟ يا سلام، ده إيه الأصحاب الطيبين دول؟ ده اللبس ده غالي قوي وشكله جميل. تعالوا اتفضلوا ادخلوا، تقفوش على الباب كده. والله منوريني. استنوا بقى ما أجيب لكم حاجة تشربوها. هما البنات فين يا خالته؟ فوق في أوضتهم، اطلعوا لعبوا معاهم. هنا فرح، وحشتوني. ازيك يا حور؟ ازيك يا هاجر؟ بس قولولي ايه الشياكة دي؟ لبسك حلو قوي يا حور. اللبس يجنن يا حور، حلوة قوي. شكرا شكرا، دي اقل حاجة عندي. بلاش كدب يا حور، اقل حاجة عندك ايه؟ ده هو ده الطقم الوحيد اللي حلو اللي موجود في البيت. ممكن تقولي لي شارياه منين؟ انا ما اشتريتوش ولا حاجة، كسبته بالحظ، قصدي اخدته من واحدة صاحبتي. ممكن تقولي لهم بقى انه ده مش بتاعك لوحدك، انا كمان هلبسه معاكي. بصراحة يجنن قوي. انا هقول لماما تشتري لي واحد زي ده. بجد بجد شكرا قوي يا مرايتي، شكلي حلو وكلهم مبهورين بجمالي وبلبسي. تعالوا يلا بنات نلعب مع بعض لعبة اشتريتها امبارح، حلوة قوي. لعبة ايه اللي اشتريتيها؟ انتي مستعجلة على ايه؟ تعالوا نقعد مع بعض نلعبها. ماما اللعبة بتاعت نور وهنا حلوة قوي، ممكن تشتري لنا زيها؟ لا طبعا، دي لعبة غالية جدا. حوشوا من مصروفكم زي هما ما عملوا واشتروها. يا ماما ما هم كانوا محوشين من مصروفهم، وخالته ادت لهم فلوس اكتر عشان يشتروها. أنا بقى يا دوب الفلوس اللي معايا ما تكفيش طلباتكم الكتير دي. ليه بس يا ماما؟ احنا طلباتنا مش كتير ولا حاجة. لا كتير. يا مرايتي يا مرايتي، ايه ده؟ ايه ده؟ انت اتجننتي يا حور؟ هو انت بتكلمي المراية ولا ايه؟ ها؟ لا انا مش بكلم المراية ولا حاجة، انت اكيد بيتهيألك، اصل بفتكرك اتجننتي. لا يا بنتي، اتجننتي ايه؟ هو انت هتنامي بقى ولا هتعملي ايه؟ اكيد هنام طبعا. يوه، مش هعرف اكلم المراية دلوقتي. وبعدين بقى لازم يكون كل واحدة فينا لها أوضة عشان اعرف اتكلم مع المراية براحتي. مالك يا حور؟ هو في حاجة؟ لا يا هاجر مفيش حاجة، نامي تصبحي على خير. طيب يلا غيري اللبس ده بقى عشان احطه في الغسالة يتغسل واخرج بيه انا المرة الجاية. حاضر. ماما. نعم يا حور، عايزة ايه؟ هو انا ينفع يبقى ليا أوضة لوحدي؟ أوضة لوحدك؟ ليه إن شاء الله؟ ما انتي واختك في أوضة وكل واحدة فيكم بتنام على سرير، وبعدين عشان أعمل لك أوضة تانية صعب جدا. عادي يا ماما، انا ممكن انزل السرير في الأوضة اللي تحت السلم وانام فيها عادي. ممكن أعرف ايه السبب؟ اصل يعني يا ماما مش بحب الدوشة، وهاجر بتعمل دوشة كتير، وبعدين لازم يكون ليا أوضة خاصة بيا، انا كبرت. كبرتي؟ فعلا كبرت قوي، ده انتي قد عقلة الصباع. اتفضلي روحي اوضتك نامي، انا مش فايقة للكلام بتاعك ده. يوه، يعني مفيش فايدة. رايحة فين يا هاجر؟ هروح الحمام. اما اقوم اكلم المراية بسرعة واقول لها تلبسني بيجامة جميلة، وكمان اطلب منها موبايل. يا رب بقى تكون بتعرف تجيب موبايلات. يا مرايتي رد عليا بسرعة، لبسيني بيجامة جميلة، وعايزة موبايل حلو العب بيه. حاضر يا حور، هلبسك بيجامة جميلة وهديكي موبايل حلو، بس ده سر من الأسرار، بلاش تقولي لحد عليه، غمضي عينيكي. بسرعة قبل ما هاجر ترجع من الحمام. واو، ايه البيجامة الحلوة دي كلها نجوم وشكلها جميل. ايه ده؟ حور، إيه البيجامة دي؟ الحمد لله ما شافتنيش وانا بكلم المراية. البيجامة دي اصل هبقولك الصبح بقى، تصبحي على خير. هو ايه بقى الحكاية؟ دي لابسة بيجامة حلوة قوي، وبعدين بتقف قدام المراية كتير. حور اختي دي وراها سر، اكيد ماما هي اللي بتشتري لها الحاجات دي كلها ومش راضية تقولي عشان بتحبها اكتر مني. انا لازم اروح اقول لماما. ماما يا ماما، انتي لسه صاحية؟ ايوه يا هاجر، عايزة ايه؟
هو انا ما ينفعش انام كده مره واحده؟ لازم كل واحده فيكم تدخل تتكلم معايا شويه. لا يا ماما بقى، انا زعلانه منك عشان انت بتشتري الحور لبس كتير وحاجات حلوه وانا لا. هو انت كنت بتحلمي وصاحيه عشان تضايقيني؟ بقولك ايه، سيبيني بقى وروحي نام. لا يا ماما، مش هروح انام، انا زعلانه. صبرني يا رب. هعمل ايه معاكم؟ اتفضلي يا اختي وريني اللبس الحلو اللي بتقولي عليه. حور يا حور، ما هي نايمه هي يا حبيبتي. هو انت كنت بتحلمي؟ لا يا ماما، دي كانت صاحيه واقفه قدام المرايه وبتكلم نفسها ولقيتها لابسه اللبس الحلو ده. يا حور يا بنتي دي نايمه. طب استني بقى يا ماما، انا هشيل البطانيه وانت تشوفي البيجامه اللي لابساها. ايه يا ماما، شفتي؟ انا عارفه يا حور ان انت صاحيه مش نايمه. قومي يا حور كلميني، وايه البيجامه دي؟ انا عارفه ان انت صاحيه. بتصحيني من النوم ليه بس يا ماما؟ ده انا كنت نايمه. ممكن اعرف جبت البيجامه دي منين؟ يا ماما، ما انت كنت شاريها زمان وبعدين انت نسيتي. لا ماما، ما اشتريتش بيجامه زي دي. حور، ممكن افهم الحكايه بالظبط؟ مش عارفه يا ماما، انا لقيتها في الدولاب ولبستها، معرفش بقى جت منين. لا مش معقول، في حاجه غلط. ممكن يا ماما نكون واحنا بنشتري اللبس قبل كده البيجامه دي دخلت في الكيس بالغلط وانا اللي شفتها يا ماما ولبستها. معقول يكون حصل كده فعلا واحنا ما خدناش بالنا؟ دي حاجه غريبه قوي. بس باين عليكي انت حظك حلو، يعني صاحبتك تديكي اللبس اللي مش مظبوط عليها وتقولك مش عايزاه مع انه غالي وشكله جميل، والبيجامه دي كمان انت اللي تلاقيها في الدولاب. والله باين كده حظك حلو يا حور. يا سلام، وانا بقى حظي وحش ليه؟ مش عارفه الاقي حاجه حلوه. ما تزعليش يا هاجر، هبقى اخليكي تلبسي البيجامه واللبس الحلو. خلاص لو كده ماشي، مش هبقى زعلانه. ربنا يهديكم يا بنات. خلاص ناموا بقى، تصبحوا على خير. هاجر نامت، اما اقوم اكلم المرايه ويا رب بقى ما تسمعني وتصحى. يا مرايتي يا مرايتي، اديني بقى الموبايل بسرعه قبل هاجر ما تصحى وتكشف السر. طلباتك اوامر يا حور، بس خدي بالك ده سر من اسرار الزهور وما ينفعش حد يعرف السر ده ابدا. حاضر يا مرايتي، ما تقلقيش، مفيش حد هيكتشف السر. انزلي دلوقتي في الجنينه عند الزهره، هتلاقي الموبايل اللي انت عايزاه، بس بلاش حد يشوفك. مفيش حد هيشوفني. واو، ده بجد موبايل. اما اروح اوضتي بسرعه وهم لسه نايمين. الحمد لله ما حدش شافني، اما انام بقى والصبح ابقى العب بيه. حور يا حور، انت لسه نايمه؟ اصحي. بتصحيني ليه بس يا هاجر؟ سيبيني نايمه شويه. ما يا ماما اكيد هتصحينا، انا جعانه وهنزل افطر. يلا تعالي. طيب انزلي انت الاول وانا هبقى انزل بعدك. ماشي. اما العب بقى بالموبايل شويه، نفسي العب بيه قوي. اخيرا بقى معايا موبايل، بس هقول لماما ايه جبته منين؟ والمرايه قالت لي ده سر محدش يعرفه خالص. يا ريت كان ينفع اقول لهم على السر ده. هي حور اختك فين كل ده؟ لسه ما صحيتش؟ اطلعي نادي عليها، قولي لها يلا الفطار خلص، وبعد ما تخلصوا فطار النهارده في تنظيف للبيت. حاضر يا ماما، عارفين يا ماما، هننضف الاوض وبعد كده نمسح البيت كله، وحور بقى هي اللي هتغسل المواعين. برافو عليكي، حفظتوا. يلا اطلعي نادي عليها. حور يا حور. يا نهار ابيض، اخبي الموبايل تحت المخده. هو انت لسه نايمه يا حور؟ قومي يلا، ماما حضرت الفطار. وبعدين ايه اللي انت كنت بتخبيه تحت المخده ده؟ انا ما كنتش بخبي حاجه. مش مرتاحالك؟ حاسه ان انت اول ما شفتيني داخله خبيتي حاجه. لا ده انت اكيد بيتهيألك. يلا انزلي، انا جايه اهو. انا لازم اخبي الموبايل في مكان تاني عشان اكيد هتدور تحت المخده. اما اخبيه هنا في الفازه بتاعت الورد دي. ماما عايزه اقول لك حاجه، وانا داخله الاوضه بنادي على حور لقيتها بتخبي حاجه تحت المخده اول ما سمعت صوتي. هو انت مركزه معاها كده ليه؟ عشان يا ماما تصرفاتها غريبه. طيب انا هبقى اسالها. لا يا ماما، ما تساليهاش، ابقي دوري في الاوضه عشان نعرف هي بتخبي ايه. انا متاكده ان حور وراها سر كبير. ولا سر ولا حاجه، هي بس كل الحكايه ان حظها حلو، وبعدين هي قالت لك هتبقى تديكي اللبس تلبسيه، فما تزعليش بقى. يا ماما انا مش زعلانه عشان كده، انا حاسه ان وراها سر تاني. طيب خلاص يلا عشان نقعد نفطر. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حور، يلا عشان نفطر يا حبيبتي. زي كل يوم عليا غسيل المواعين. اما اطلع بقى ادور في الاوضه، حور بتغسل المواعين عشان ما تاخدش بالها. مفيش حاجه تحت المخده، بس انا متاكده ان شفتها وهي بتخبي حاجه. يا ترى مخبيه ايه يا حور؟ خلصنا يا ماما البيت كله وبقى نضيف. شاطرين يا بنات يا حلوين. مش المفروض تكافئينا بقى يا ماما وتودينا النادي؟ ماشي هوديكم النادي،
بس بلاش طلبات كتير عشان الميزانية ما تبوظش مننا. ما تقلقيش يا ماما، مش هطلب منك حاجات كتير، هنشرب حاجة بس هناك ونلعب شوية ونيجي على طول. يلا اطلعوا البسوا وانا هوديكم النادي تقعدوا شوية. حور، ممكن تديني اللبس اللي نادين صاحبتك اديتهولك؟ انت وعدتيني انك هتخليني البسه معاكي. خديه يا هاجر عادي. شكرا يا حور. طيب البسي واجهزي بقى واستنيني تحت، وانا هدخل اخد دش والبس انا كمان وانزل. ماشي. هيبقى شكلي حلو قوي. واو، ده انا شكلي بقى قمر جدا. اما انزل استنى حور تحت. يا مرايتي يا مرايتي، لبسيني حاجة شيك قوي. هلبسك يا حور، وده يفضل سر من أسرار الزهور. غمضي عينيكي. ايه ده؟ واو، حلو قوي. والفراشات الجميلة دي. شكرا يا مرايتي، انا بحبك قوي. ايه رأيك يا ماما؟ حلو عليكي قوي. جميل. طيب حلو عليا اكتر ولا حور؟ حلو عليكم انتوا الاتنين قمرات. هي حور اتأخرت ليه؟ يلا يا حور. كانت بتاخد دش يا ماما وهتلبس وتنزل. انا جاهزة. ايه ده؟ ايه ده يا حور؟ ماما، انت اشتريت لها لبس جديد من غير ما تقوليلي؟ هو انت كل شوية تقولي لي كده؟ انت يا حور واتكلمي. ايه اللبس ده؟ بفتح الدولاب يا ماما لقيته قدامي. مش ممكن، انت بتكذبي عليا. مش بكذب يا ماما، اكيد احنا اشتريناه من غير ما ناخد بالنا، او حد جابهولنا هدية. وش معنى انت بقى اللي بتلاقي الحاجات دي؟ ماليش دعوة، انت بتضحكي عليا يا ماما. اتكلمي يا حور، والا مش هيحصل كويس ابدا. ايه ده؟ ايه اللي انا سامعاه بيرن ده؟ هو في تليفون في البيت ولا ايه؟ تليفون؟ يا نهار ابيض، الحمد لله ده بطل يرن. اكيد صوت حد ماشي في الشارع معاه موبايل. ممكن اعرف بقى اللبس ده جبتيه منين؟ طب المره اللي فاتت قلتي لي اصل ده بتاع نادين، المره دي بتاع مين؟ صدقيني يا ماما مش عارفه، انا لقيته في الدولاب. وبعد كده تضحكي عليا وتقولي لي الجنيه الطيبه هي اللي عدت عليا وسابت لي اللبس ده. ايه ده بقى؟ انا سامعه الموبايل بيرن تاني، اكيد في موبايل في البيت. ايوه، انا همشي ورا الصوت لحد ما اعرف هو فين. مش مرتاحه لك يا حور، انا عارفه من الاول ان وراكي سر. ولا سر ولا حاجه، انتوا ظالميني. بقى كده يا حور بتسرقي من ورايا؟ اكيد اللبس ده من عند صاحباتك وانتي بتسرقيه. اتكلمي حالا، سرقتي الموبايل ده منين؟ واللبس ده كمان سرقاه منين؟ لا يا ماما، انا ما سرقتش حاجه. امال جبت الحاجات دي منين؟ ده سر من اسرار الزهور، لو قلتهولك مش هينفع تاني يا ماما. اتكلمي بدل ما احبسك في الاوضه. معقول طلعتي حراميه يا حور؟ انا مش حراميه ومش هقول لكم حاجه، ده سر من اسرار الزهور. هو انتي فاكرانا مجانين وهصدق بقى كلام الكرتون بتاعك ده؟ اتكلمي، قلت لك هتفضلي محبوسه طول اليوم. الحاجات دي جبتيها منين؟ مش هقول، ده سر من اسرار الزهور. خلاص يبقى انت اللي هتضطريني اعمل كده، لازم تتضربي. لا يا ماما، ده سر من اسرار الزهور، ارجوك يا ماما بلاش تضربيني، ده سر من اسرار الزهور. حور يا حور، انت اتجننتي. ايه ده؟ هو انا فين؟ انت نمتي وبتحلمي؟ يلا عشان هنروح لخالتك. يا خساره، كان حلم جميل قوي. سر من اسرار الزهور. لا، ده انت اتجننت خالص. طب يلا يا حبيبتي اطلعي البسي عشان نروح لخالتك. خساره والله، ده كان حلم جميل قوي. اطلع البس بسرعه يا ماما. اما اجرب اكلم المرايه جايز ترد عليا. يا مرايتي يا مرايتي، لبسيني لبس حلو يا مرايتي. يا خساره، طلع حلم جميل، يا ريته كان حقيقه.